السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. مبدئيا كده هنسمي الله وهنقول معانا اسعار جميع انواع الكتاكيت، لكن قبل ما اتكلم عن الاسعار عايزه بس انوه لكم عن حاجه. يا ريت الناس اللي بتعلق لي تقول لي انت جايبه الاسعار دي منين، بلاش التعليق ده. والناس اللي بتقول انت بتضحكي علينا بالاسعار دي ومفيش الاسعار دي ومش موجوده، برضو بلاش يا ريت. لان يا جماعه الخير الاسعار دي اللي ببيع بيها الكتاكيت انا اللي قدامكم اهو، مفيش حد تاني، يعني مش جايبه لكم اسعار من اي مكان تاني. دي اسعاري اليوميه اللي ببيع بيها واللي المفروض ماشيه في السوق كله، لكن ماليش علاقه باي حد يستغل السوق. انا عايزه اقول لكم ان انا يوميا ببيع، والناس اللي بتيجي تاخد مني حاجتها يا جماعه الخير تشهد وتكتب في التعليقات او في الكومنتات احنا اشترينا بنفس سعر الفيديو، عشان ناس كتير جدا بتكتب تعليقات مستفزه وبتخليني اصلا ماليش مزاج ان انا ارد على باقي التعليقات. مبدئيا كده امبارح بلاقي واحده بتقول لي ده شغل نصب، مفيش الاسعار دي، وده كله شغل نصب في نصب. لما رديت عليها قلت لها نصبت عليكي في ايه؟ بتقول لي اصل الكتكوت البلدي عندنا ب 14 جنيه، انت جايبه منين الكتكوت ب 8 جنيه ده؟ فانا ماليش علاقه ان حد ياخد في سعر كتكوت 7 جنيه مره واحده. ومبدئيا كده اي سعر كتكوت او بلدي بنزله او ابيض عندي او حتى بط بيكون زائد الحقن بتاعه، يعني بالحقن بتاعه السعر ده بالحقن، اما من غير الحقن كمان ينزل جنيه. تمام؟ واللي طبعا مش مقتنع بالاسعار يجي ياخد بنفس الاسعار اللي انا بقولها في الفيديو بالظبط. مبدئيا كده هنسمي الله ونقول اسعار الكتاكيت البيضه النهارده. طبعا النهارده في ثبات في اسعار الكتاكيت البيضه، وبعد شركه 2 3 كده استهبلوا فيها وزودوا جنيه واحد في السعر الكتكوت النهارده، لكن احنا ملناش علاقه بالشركات اللي بتستهبل دي، احنا ماشيين مع الشركات الدغري. مبدئيا كده هنسمي الله ونقول سعر كتكوت الابيض الاهالي النهارده، واللي بادئ من 24 لحد 25 ونص ده ابيض اهالي. اما كتكوت الشركات النهارده واللي بادئ من 25 لحد 28 جنيه، 25 لحد 28 جنيه، بيختلف من شركه قليله لشركه وسط لشركه عاليه. اما بالنسبه بقى للبلد الحر النهارده 6 جنيه، والبلد المشعر النهارده 8 ل 8 ونص بالحقن، من غير الحقن بينزل جنيه كمان. اما البلد الهجين النهارده 8 جنيه والفيوم البلدي 8 جنيه، والرز فرز البرابر 15 جنيه، ورزي على وشه 19 جنيه، ورز فرز ديوك 23 جنيه، جميزه بيور 23 جنيه، وساسو شفر النهارده 17 جنيه، وساسو جيل تاني 15 جنيه، وهجين عالي النهارده 17 جنيه. اما عن اسعار السمان فالسمان الاسود النهارده 2 جنيه، والسمان الابيض النهارده 2 جنيه 75 سنت او 75 قرش. اما كتكوت الرومي النهارده فالرومي البلدي عامل 45 جنيه، والرومي البرونزي عامل 47 جنيه. اما بالنسبه لاسعار البط النهارده فالبط المسكوف الار 41 من 30 ل 33 جنيه، والمسكوف المخلط 28 جنيه، والبكيني العاده 10 جنيه، والمولر المحلي النهارده 26 جنيه، والفرنساوي البيور النهارده 20 جنيه، والشرفان النهارده 14 جنيه، اللي ناس كتير جدا جدا بتبيعه على انه على انه فرنساوي بيور، وبيبيعوه للاسف الشديد ب 15 و16 جنيه. ده الشرفان اللي هو ب 14 و13 جنيه. اما بالنسبه للتنفيذ الابيض وثابت على 90 جنيه الكيلو من ارض المزرعه، بتباع للمستهلك النهارده ب 95 ل 100 جنيه الكيلو. اما الفراخ الساسو النهارده تنفيذ 110 جنيه للكيلو، وبتتباع النهارده في المحلات ونزل طبعا 5 جنيه، وبتتباع النهارده في المحلات ب 120 جنيه. الرزي النهارده او الفيوم النهارده تنفيذ 115 جنيه للكيلو ونزل 3 جنيه، بتتباع النهارده في المحلات ب 125 جنيه. اما البلد الحر والبلد المشعر النهارده تنفيذ من ارض المزرعه للكيلو 120 جنيه، وبيتباع النهارده في المحلات 135 ل 140 جنيه.
اما عن اسعار الرومي النهارده 125 جنيه تنفيذ من ارض المزرعه للرومي الاسود، وبتباع النهارده في المحلات ب 140 جنيه. اما الرومي الابيض النهارده 100 جنيه تنفيذه، وبيتباع للمستهلك النهارده ب 115 ل 120 جنيه. اما بقى عن اسعار البط، فالبط السوداني النهارده تنفيذ 120 جنيه للكيلو، بيتباع في المحلات النهارده ب 135 ل 140 جنيه. والبط المسكوفي النهارده تنفيذ من ارض المزرعه للكيلو 100 جنيه، وبيتباع للمستهلك النهارده ب 110 و 115 جنيه. اما البط المولر النهارده او البغال تنفيذ للكيلو 80 جنيه من ارض المزرعه، وبيتباع النهارده للمستهلك ب 100 جنيه. اما بالنسبه للبط الابيض النهارده او البط البكيني تنفيذ من ارض المزرعه للكيلو 67 جنيه، وبيتباع للمستهلك ب 80 جنيه. اما عن اسعار الارنب النهارده تنفيذ 90 جنيه الكيلو الارنب، بيتباع للمستهلك النهارده من 95 ل 100 جنيه. النهارده في ارتفاع شاسع جدا في اسعار البيض، وطبق البيض البلدي النهارده تنفيذ 133 جنيه، وبيتباع للمستهلك النهارده ب 140 جنيه، والبيض القطاعي ب 5 جنيه البلدي. اما طبق البيض الاحمر النهارده اللي عامل 145 جنيه من ارض المزرعه، ورفع طبعا رفعه جامده جدا لانه كان نزل سعره طبعا الفتره اللي فاتت لحد 120 جنيه، فالنهارده 145 جنيه سعر طبق البيض الاحمر النهارده، وبتباع في المحلات البيضه الحمراء ب 6 جنيه. اما سعر طبق البيض الابيض النهارده اللي رفع سعره ما بين 141 جنيه في بعض المحافظات، ومحافظات تانية 143 جنيه لسعر الطبق من ارض المزرعه، وطبعا بتباع للمستهلك ب 145 ل 150 جنيه. والبيضه القطاعي النهارده ب 6 جنيه البيضه والبيضه الحمراء ب 6 جنيه. اما البيضه البلدي هي اللي ب5 جنيه. طبعا في ارتفاع زي ما قلنا كده في اسعار البيض، ويقال يعني ان هو هيرفع اكتر من كده كمان الفتره اللي جايه. اما عن اسعار العلف ففيها ثبات واستقرار، وكمان في حاله ركود في خامات العلف، يعني مفيش سحب، ومفيش سحب كمان في مصانع العلف، فاحتمال يكون في نزول باذن الله الفتره اللي